إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ظهر الحق وزهق الباطل. في خبر عاجل من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف، إلغاء عقوبة الركراكي بالتوقيف وإلغاء الغرامات المالية اللي صدرت في حقه. احنا كنا متأكدين أن وليد الركراكي هو بريء براءة الذئب من دم يوسف. كما قلت، وليد الركراكي معروف بالأخلاق ديالو، وكما شاف العالم كامل شاف أن يعني الحركة اللي عمل هي حركة يعني تنم من الروح الرياضية، لأنه مشى سلم على ديك اللاعب وشدلو عليه الدو مزيان، ما قالو حتى شي حاجة ما فيها لا عنصرية ولا حتى شي حاجة، والعالم كامل شاهد على هاد المسألة هادي كما شفتو كاملين. ولكن نتوما شفتو كيفاش كان رد ديك اللاعب بحركة لا أخلاقية ولا حركة يمكن يعني يعني كل شيء استنكره، يعني ما يمكنش حتى أنها تصور هذيك الحركة في التلفازة ولا تصور وتنشر. ولهذا فكما قلت احنا كنا متأكدين من البراءة وليد الركراكي، وإن شاء الله غادي يكون مع المنتخب المساندة ديالو في المقابلة ديالو القادمة ضد جنوب إفريقيا اللي غادي تلعب ابتداء من 9 يوم الثلاثاء المقبل. ودابا غادي تشوفوا أن الإعلام الجارة الشرقية كيفاش غادي يتكلم على هذا الموضوع، وكيفاش غادي يجبد عاوتاني الكولسة، وكيفاش غادي يجبد القجاع، وكيفاش غادي يجبد التدخل القجاع في الكاف إلى آخره إلى آخره. وما راه ما نسمعوا هاد الليلة هذه كاملة، ما تشوفوا من التعليقات ومن النحيب والبكاء والشكا وباللي حنايا يعني محقورين في القارة، حنايا ما بقاتش عندنا شي قيمة، يعني حنايا يعني الكاف تخترقات وهذا والى اخره الى اخره. المهم كما قلت لكم اخواني اننا سعداء واننا فرحين طبعا بعودة وليد الركراكي للفريق الوطني، اللي كنتمنوا له كامل التوفيق ان شاء الله في المقابلة ديال جنوب افريقيا. وبالنسبة لهذه المقابلة هذه ما غتكونش صراحة مقابلة سهلة، لأن حنا كنعرفوا المواجهات اللي سبقتنا مع جنوب افريقيا، واخر مرة كنا انهزمنا ب2-1 في جنوب افريقيا، نيت في مباراة ودية. ويعني والمواجهات مع جنوب افريقيا دائما كتكون مواجهات اللي للاسف يعني ما كنجحوش فيها 100%، وكنا سبقنا يعني شي 2 المرات اللي كنا تغلبنا فيها على جنوب افريقيا. المهم اللي بغيت نهضر انا على هذه المقابله هذه، هو المقابله غادي تكون صعيبه كما قلت. التحضير البدني يعني خصو يكون في القمه. طريقه اللعب المنتخب الوطني ما يعني خصها تبدل شويه، خص يكون عندنا ثقه في النفس اكثر، لان الفريق عنده مؤهلات، كاين لاعبين ممتازين داخل الفريق، غير هما خصهم يكون عندهم ثقه زايده، ما يكونش عندهم شي تخوف من هذه المقابله هذه، لما كما كنعرفوا ان افريقيا الفرق اللي معروفه يعني والفرق القويه منها السنغال، منها تراجع بعض الفرق بحال غانا والكوت ديفوار اللي كانوا يعني كيلعبوا ادوار اساسيه يعني في افريقيا، اضافه الى المنتخبات العربيه واللي مشوا 2 منهم الجزائر الشرقيه ومنهم تونس، اضافه الى مصر اللي تاهلت يعني بصعوبه كبيره للدور 16. يعني هنايا غادي يكون شويه، انا كنتوقع ان المقابله يعني ديال مصر ضد الكونغو غتكون مقابله صعيبه بزاف، كما شفنا
ان الكونغو يعني عندهم واحد اللاعب يعني اللي خصك تكون حذر منه. هو فريق جد منظم، فريق منظم، فريق كيعرف كيفاش يخلق مساحات، كيفاش يجر المدافعين كما شفتوا. شفنا يعني كيفاش تسجل علينا الهدف ديال التعادل. يعني تجاروا تقريبا شي 4 ديال المدافعين وتسيبت الكرة في وسط يعني الفراغ اللي كاين في وسط المربع ديال المرمى، وتسجلت يعني من تما، وما كان حتى شي واحد باش يوقف هذيك الكرة اللي مشات يعني بقوة ودخلت بسرعة. يعني هما كما قلت كيستغلوا الحملات المضادة. اللياقة ديالهم البدنية يعني عالية، ما كيعياوش كيجريو، وواحد الشراسة عندهم في اللعب، ويعني وكيضربوا بزاف. يعني خص كما قلت يعني المنتخب المصري يعني يكون حذر بالنسبة لهذا الفريق هذا، وخصوصا أن المنتخب المصري يعني ما حقق حتى شي فوز في الدور الأولاني كما شفتوا. يعني كل شيء طلع تعادلات، جمع يلاه 3 ديال النقاط، وأونكيسا ولا دخلوا عليه 6 ديال الأهداف. هذاك يعني أن الدفاع المصري ماشي في الحالة ديالو يعني القصوى، وماشي يعني الفريق اللي عنده واحد الدفاع قوي، إضافة كما قلنا مع الغياب ديال محمد صلاح. كما قلت بالنسبة للنظر ديال المقابلة ديال السنغال والكوت ديفوار، اللهم اذا كانت شي مفاجاه، فان يعني المقابله ديال الكوت ديفوار بالسنغال كيبان ان يعني محسومه يعني من البدايه، نظرا للمستوى اللي ظهر به الكوت ديفوار كما شفتوا، واللي يعني طلع هي بسبب ان المنتخب هو اللي نقد المنتخب الايفواري. يعني اذا ما كانش يعني المنتخب المغربي فاز على زامبيا، فالمنتخب الايفواري كان ما غاديش يتاهل للدور 16. إخواني أخواتي، شكرا على انتباهكم. كان معكم محمد العلوي من قناة محمد العلوي. كنضربكم إن شاء الله موعد آخر وتحليل آخر على المقابلات اللي غادي تكون إن شاء الله في الدور 16. أنا حاولت أنني ما نعملش فيديوهات يعني في الأدوار يعني الأولية، خصوصا يعني المقابلات ديال المنتخب الوطني. ما بغيتش نتسرع في الاول حتى نشوف يعني المستوى ديال الفريق. يعني انا اصلا ما كنتش يعني متفائل من الاول، واخا اننا كنا فزنا يعني بالمقابله الاوليه ضد تنزانيا. يعني ما كنتش يعني متفائل بزاف، ما واخا اننا فزنا نظرا للمستوى اللي بان به الفريق، واخا اننا يعني فزنا في ديك المقابله. كيبقى الماتش الثاني واللي كان يعني اكثر خطوره. يعني لولا الالطاف الالهيه لا كنا انهزمنا في المقابله ديال الكونغو، اللي كانت صراحه مقابله صعبه بالنسبه للمنتخب الوطني. كنتمنى حظ سعيد للمنتخب الوطني، وشكرا على انتباهكم لفيديو آخر إن شاء الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وباي باي. السلام عليكم.